واحد من الفنادق المهمة جدا وهو فندق هوليداي إن إكسبريس. فيديو النهاردة هيكون من داخل فندق هوليداي إن إكسبريس في مدينة الماظة، فخليكم معايا وتابعوني. Good morning, thank you. Good morning. Good morning. ده يا جماعة اللوبي هنا زي ما احنا شايفين، ده بداية اللوبي، ومن هنا كده ده كلها تبع منطقة اللوبي. الدنيا منظمة جدا وجميلة. يعني هنا بصراحة الناس هنا بتتكلم كذا لغة، بتتكلم انجليزي وبتتكلم روسي وبتتكلم كازاخستاني. ده منطقة اللوبي بقى في فندق هوليداي إن إكسبريس. بصوا عاملة ازاي؟ ودوت مكان البيزنس سنتر. لو انت عاوز تشتغل على الكمبيوتر، تستخدم الكمبيوتر وتطبع اي حاجة، ده بيبقى كله مجاني. بص البار بجد منظم جدا، اللوبي بار بتاعهم شكله شيك ومنظم جدا. ودوت من هنا كده. بص يا جماعة دوت البوفيه بتاع فندق هوليداي إن إكسبريس. Good morning. Morning, thank you. I'm fine, thank you. بص يا جماعة, as you can see, this is buffet. This is croissant, damage. بص يا جماعة الغرفة عاملة ازاي؟ دي الغرفة الستاندرد. بص عاملة ازاي؟ Very very nice. زي ما انتم شايفين البوفيه يا جماعة جميل جدا. أول ما تخش تلاقي هنا الدولاب، وهنا كده دولة الكياية مع الترابيزة بتاعتها، من هنا كده السيرفس زي ما انتم شايفين. دي الغرفة مش كبيرة أوي بس منظمة ومتلاقيش الفندق شيك صراحة. هنا الشاي والقهوة والكافيه والمية، وهنا طبعا السرير. بصوا هنا دوت كده المكتب، ده مكتب مع كرسي ودي الغرفة. very nice. شكلها شكلها بصوا من هنا كده، هنا اوريكم برضه من هنا كده ده يا جماعة الزبادي والفواكه. ومن هنا كده دوت اللي هو ماكينة الشاي والقهوة والنسكافيه والأمريكان كوفي. very nice. Milk, juice. As you can see, the cleaning very nice and mashallah. Thank you very much. Thank you. Thank you. دوت يا جماعة باختصار البوفيه. ومن هنا كده دوت كده دوت من هنا المطعم. As you can see, this is from here the restaurant and everything it is very nice. So this is the buffet. دوت باختصار يا جماعة دوت البوفيه باختصار شديد، ده البوفيه. بصوا يا جماعة الغرفة عاملة ازاي. دي الغرفة الستاندرد. بصوا عاملة ازاي، خليني اوريها لكم من جوه عاملة ازاي. أول ما بتخش بتلاقي هنا الدولاب، وهنا كده دوت الكياية مع الترابيزة بتاعتها، ومن هنا كده السيف بوكس زي ما انتوا شايفين. دي الغرفة مش كبيرة أوي بس منظمة وشكلها شيك، والفندق جديد بصراحة. هنا الشاي والقهوة والنسكافيه مع المية، وهنا طبعا السرير. وبصوا هنا دوت كده المكتب، ده مكتب مع كرسي، ودي الغرفة شكلها شيك يا جماعة. بصوا من هنا كده، خلينا اوريكم برضو من هنا كده دوت طبعا التلفزيون، وخليني اوريكم الاطلالة بتاعتها. بصوا يا جماعة الاطلالة عاملة ازاي على الجبل، يعني ماونتن فيو. بصراحة شكلها تحفة. بصوا الاطلالة عاملة ازاي، جميلة جميلة جميلة. لا بجد السعر الغرف هنا مش غالي والإقامة بتاعتها حلوة. بص ده مطلع على الماونتن فيو على الجبل، ومع كمان
بقينا مركز اللي هو بتاع التجارة في كازاخستان في الماضي. بجد جميلة. فدي الغرفة باختصار. خليني أوريكم برضو الحمام. زي ما انتوا شايفين ده الحمام للقعدة، وده من هنا كده دي الفوط. خليني أوريكم اللي من تحت ده. ده الهير دراير اللي هو الاكسسوار، ودي طبعا الفوط مع الإضافة طبعا للمناديل، وديت الحاجات الخاصة برضه فوط تانية مع الصابون. ومن هنا كده ده منطقة الشاور. خليني أوريكم شوف الدنيا. طبعا ده شامبو وصابون. بصوا الأرضية يا جماعة عاملة ازاي. الفندق نضيف جدا، يعني يعتبر الفندق جديد لسه جديد. وده كده من هنا حوض المية، بصوا مع الفوق بتاعته. ده باختصار بسيط ده الحمام. خلينا أوريكم غرفة الاحتياجات الخاصة في فندق هوليداي إن. خليني أدخل أوريكم كده الغرفة. خلينا نبص على الغرفة كده من جوه. دي من هنا كياية مع المكوة بتاعتها. ومن هنا كده ده الشاي والقهوة والنسكافيه مع المية. دي شاشة التلفزيون. الغرفة واسعة جدا. بصوا يا جماعة عاملة ازاي، منظمة وشكلها شيك جدا. يعني ادي السرير، وبص المساحة عاملة ازاي، مع كمان صوفة، وكمان هنا مكتب صغير مع كرسي. وده التليفون. ودي الحاجات اللي هي الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومعاها التليفون. دي الغرفة. خلينا نبص كده على التواليت. ده من هنا كده دي الخزنة، وهنا ده الدولاب اللي فيه الشماعات، وده التواليت. بصوا مساحة الحمام عاملة ازاي يا جماعة، كبيرة جدا. بصوا عاملة ازاي. ده المنطقة بتاعت الشاور، زي ما انتوا شايفين فيها السندات بتاعتها وفيها الكرسي. ده كده بتحط الأساس لو الشخص بيقعد عليه عادي، طبعا بيرجع تاني مكانه. ومن هنا كده ده التواليت كمان، ودوت حوض المية. لا التواليت بجد رائع، والغرفة واسعة جدا يعني. ومعاه ده كمان باب كونكتد، لو معاه عائلة أو حد معاه ممكن ياخد غرفة جنبها. دي الغرفة.